السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيديو اليوم ان شاء الله درته خصيصا باش نتحدث عن الالوان اللي كنت المره اللي فاتت شاركت معاكم ادواتي وموادي البسيطه جدا اللي نستعملها في عجينه السيراميك، وكنت شاركت معاكم الالوان اللي انا شخصيا نحبها بزاف ونستعملها يعني بكثره في هذا المجال، واللي هي الحبر. كنت قلت لكم انه نستعمل الحبر بانواعه، الحبر تاع الطابعات ولا هذا تاع الاقلام. وكنت هدرت معاكم ايضا على بعض المواد الاخرى اللي نستعملها في التلوين. اليوم مش راح نهضروا عليهم. اليوم كما قلت لكم راح نتحدثوا فقط على الحبر، لانه كما هدرنا يعني الحبر فيه 4 الوان اساسيه. لما نقول انه فيه 4 الوان ماشي معناتها انه رانا متقيدين نخدموا بهذه الالوان فقط. كما قرينا يعني من قبل في دروس الالوان والالوان الاساسيه والثانويه، انه عندنا حنايا يعني في الاساس 4 الوان اللي ما نقدروش نتحصلوا عليها بمزج الوان اخرى، اللي هي الاصفر والاحمر والازرق. يعني الالوان هذوما اللي هما 3 عفوا. هذه الالوان لازم تكون عندنا يعني على الاقل هذه الالوان في البدايه باش نقدروا نخرجوا الوان اخرى. وملاحظة فقط، يعني الدرس هذا حبيت نديرو خاصة للأخوات اللي ما قدروش يتحصلوا على الألوان الخاصة بعجينة السيراميك ولا الألوان الأكريليك. هذه راح تكون بدائل متوفرة ورخيصة. إذا بسم الله، كما راكم تشوفوا هنايا أنا عندي هذه الألوان تاع لي زامبريمونت، يعني ما شريتهاش، اللي كانت متوفرة عندي في المنزل. كاين واحد لي كارتوش يجو غوشارجابل، يعني تعاودوا تعمروهم، تشروا لهم الحبر تاعهم. يعني هذه اذا كانوا متوفرين عندكم، والا يعني اذا ما قدرتوش تشروا هذوما تشروا فقط لي كارتوش تاع هذه الاقلام. راح نبدا معاكم يعني نطبقوا ونشوفوا الالوان اللي نقدروا نتحصلوا عليها. انا اليوم راح نخدم معاكم بالعجينه البارده، لانه هي اللي يعني بالاخص فيها مشاكل، يعني ماشي كل الالوان تمشي معاها. كاين بعض الالوان اللي تفسدها، بعكس العجينه المطبوخه اللي يعني مش راح تصيبوا فيها ولا مشكل. كما راكم تشوفوا هذه عجينه البارده، هذه راني دايرتها شويه ناشفه، لانه هذه الالوان راهي فيها نسبه من الماء، لذلك يعني هكا باش نخرجوا في العبر سوا. وكاينه ايضا ملاحظه، اذا حبيتوا الالوان تخرج لكم باستيل، يعني الوان هادئه، هذيك الالوان الشابه، يفضل انكم تستعملوا العجينه البارده، لانه هي على باز راح تبقى بيضاء، مش راح تتحول الى اللون الاصفر. لذلك يعني راح تعطيكم نتيجه مليحه. اما اذا كنتوا حابين الوان تكون فاقعه ولا كما نقولوا حنايا دي كولور فيف، من الافضل ايضا انكم تستعملوا العجينه المطبوخه. انا هنا راح نقسم العجينه تاعي الى 3 اجزاء باش نخدموا 3 الوان اساسيه، وبعدها نشوفوا كيفاش نمزجوا الالوان تاعنا. راح نبداو باللون الاول اللي هو اللون الاصفر. دائما نبداو بلي كولور اللي يكونوا كلير باش ما نوسخوش العجينه تاعنا. كما راكم تشوفوا راح نبدا نلون في العجينه تاعي. هنا نتوما اللي تحكموا في الدرجه تاع اللون، اذا حبيتوا تكثروا ولا يعني تديروه فونسي ولا كلير. كما راكم تشوفوا الالوان هذه بزاف قويه، ودائما هنا يعني من الافضل انكم تستعملوا قفازات اذا كنتوا تعرفوا كيفاش تخدموا بهم، لانه عجينه السيراميك على باز راهي مخدومه بمواد كيميائيه، وحتى الحبر يعني ماهوش صحي. اذا هذا اللون الاصفر راح نكتفي بهذا الحد. هذا اللون الاصفر اللي استعملته عطاني هذه النتيجه كما راكم تشوفوا بزاف هايله. الآن راح نستعمل اللون الثاني واللي هو البينك. يعني للأسف في هذه الألوان ما تلقاوش اللون الأحمر، يعني تلقاوه شوية وردي، ولكن تقدروا تعوضوه بهذا الحبر. أنا راح نستعمل اللون الوردي ماشي مشكل.
إذا هذا اللون الثاني اللي هو اللون الوردي. والآن راح نشوفوا اللون الأزرق. وهذا هو اللون الثالث واللي هو اللون الأزرق. بالنسبة للون الأسود أنا هذه راح نقسمها، راح نخلي جزء أبيض، وهذه راح نوري لكم اللون الأسود. تقدروا تستعملوا فيه كما قلنا الحبر تاع لامبريمونت ولا الحبر الصيني ولا الحبر تاع الأقلام هذه. أنا اليوم راح نستعمل هذا اللون، يعني كل واحد والدرجة اللي راح يمدها لكم. كاين اللي يمد لكم أسود غامق وكاين اللي لا يبقى شوية غري. كما قلت لكم الالوان هذه تبهدل اليدين، ما تروحش بسهوله، لذلك يعني من الافضل تستعملوا القفازات. كما راكم تشوفوا الالوان هذه ماهيش قويه، ماشي كما الحبر تاع لامبريمونت ولا الحبر الصيني. انا راح نعاونها بهذا الحبر، نزيد له شويه تاع نشا باش ما يلصقليش في اليدين تاعي. هكا يعني نبقاو نزيدو في الالوان تاعنا حتى نتحصلوا على الدرجه اللي رانا حابينها. اذا كما قلنا هذه هي الالوان اللي تحصلنا عليها بالالوان تاع الحبر اللي متوفره عندي. الان راح نشوفوا كيفاش راح نقدروا نمزجوا الالوان مع بعض. بالنسبه للون هذايا البينك انا راح نقسمه على 2 هكا. الجزء هذا نحوس عليه يكون احمر، لذلك راح نستعمل هذا احمر الشفاه. كما راكم تشوفوا اللون تاعو احمر شباب بزاف. راح نحي منه غير بشويه ونضيف حتى نتحصل على اللون الاحمر اللي الدرجه يعني اللي راني حابتها انايا. اذا كما راكم تشوفوا هذه هي النتيجه، اللون تاعو خرج بزاف شباب. الان مثلا حبينا نتحصلوا على اللون البرتقالي. كما نعرفوا اللون البرتقالي نحتاج فيه الى اللون الاصفر، راح ندي منه قطعه، ونحتاج ايضا الى القليل من اللون الاحمر. يعني هنا نتوما راح تتحكموا دائما بالدرجه تاع اللون، وراح نبدا نمزج فيهم. هنا لازم يكون اللون الاصفر اكثر من اللون الاحمر، لانه اللون الاحمر قوي جدا. هاوليكم اللون البرتقالي. مثلا الان راح نخدموا اللون الاخضر. اللون الاخضر معروف انه لازم نحتاجه الى اللون الازرق، راح ندو شويه فقط، ونحتاج فيه ايضا الى اللون الاصفر. هنا راكم تشوفوا فيه شويه كلاغ. اذا حبيتوا تفونسيوه فقط زيدوا اللون الازرق، واذا حبيتوا يكون فونسي اكثر زيدوا له شويه من اللون الاسود، ولا يعني زيدوا فونسيوه بالحبر الازرق. يعني هكا نتوما تتحكموا في الدرجات تاعكم. هذا هو اللون الاخضر. الان راح نخدموا اللون البنفسجي. اللون هذا نحتاج فيه الى اللون الاحمر ولا الوردي، يعني نتوما واش حبيتوا، ونبداو نزيدوا له في اللون الازرق غير بالعقل. انا راح نستعمل اللون الوردي. هاوليكم اللون اللي تحصلت عليه. هنا راح نشوفوا مثلا اذا حبينا نمزجوا الالوان الاساسيه اللي هي الاصفر والاحمر والازرق، راح نشوفوا اللون اللي راح يعطوه لنا. راح ندير منهم نفس الكميه تقريبا هكا، نمزجوهم ونشوفوا مع بعض اش راح يمدوا لنا النتيجه.
تشوفوا عطاونا لون تقريبا مايل للبني، البني الأحمر، يعني لون أيضا درجة من الألوان اللي قادرين نسحقوها. إذا كانت هذه هي الألوان اللي تحصلنا عليها، وكما قلت لكم يعني من 4 ألوان فقط تقدروا تخدموا أي لون حبيتوه وأي درجة أيضا يعني تكونوا محتاجينها في العمل. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تكون خفيفه عليكم وتكونوا ديتوا منها فكره ولو بسيطه. اذا كنتوا حابين تشوفوا الفيديوهات الاخرى المتعلقه بهذه السلسله تاع عجينه السيراميك، راح نخلي لكم مجموعه من الروابط في صندوق الوصف. اذا ما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو جديد ان شاء الله وافكار جديده. اترككم في رعايه الله وحفظه، دمتم سالمين والى اللقاء.